قصة الملك نبوخذ نصر مع نبي الله دانيال عليه السلام. في زمان قديم في قلب بابل أعظم مدن الأرض آنذاك، كان يحكم الملك نبوخذ نصر، ملكا جبارا قويا لا يهزم. سبى بني إسرائيل من القدس وأخذهم عبيدا إلى أرضه. من بين هؤلاء كان فتى صالح يدعى دانيال. كان دانيال فتى ذكيا حكيما طاهر القلب، مؤمنا بالله لا يركع إلا له. الحلم العجيب: ذات ليلة رأى الملك نبوخذ نصر حلما غريبا أفزعه. تمثال عظيم، رأسه من ذهب، صدره من فضة، بطنه من نحاس، ساقاه من حديد، وقدماه من حديد وخزف. ثم ظهرت صخرة من السماء فهدمت التمثال حتى أصبح رمادا. استيقظ الملك فزعا، لكنه لم يخبر أحدا بالحلم، وطلب من حكمائه أن يخبروه بالحلم وتفسيره، لكنهم عجزوا فأمروا بقتلهم جميعا. دانيال يتدخل. عندما سمع دانيال بذلك طلب فرصة، ودعا الله أن يريه الحلم وتفسيره، فاستجاب الله له وذهب إلى الملك وقال: أيها الملك، الله أراك ما سيحدث في المستقبل. أنت رأس الذهب، أعظم الممالك، لكن بعدك ستقوم ممالك أضعف، وفي النهاية ستقوم مملكة من السماء لا تزول، هي ملكوت الله. انبهر الملك وسجد لدانيال وقال: حقا إن إلهك هو الإله الحي العالم بالأسرار. وجعل دانيال من كبار رجال الدولة وأعطاه مكانة عالية في قصر بابل. الملك يتكبر ويبتلى، لكن نبوخذ نصر لم يتعظ طويلا، فقد أمر ذات يوم بصنع تمثال من الذهب وأجبر الناس أن يسجدوا له، لكن دانيال ورفاقه رفضوا. فألقى الملك أصحاب دانيال في أتون النار، لكن الله أنجاهم، فتعجب الملك مرة أخرى. وفي يوم من الأيام رأى نبوخذ نصر حلما جديدا: شجرة عظيمة تقطع ورجل يتحول إلى حيوان. فجاءه دانيال وقال: هذا إنذار من الله أنك إن تكبرت فستصاب بالجنون وتعيش كالبهائم حتى تعرف أن الله هو الملك الحقيقي. وبعد عام حدث ما قاله دانيال: أصيب الملك بالجنون، وظل 7 سنوات يأكل العشب ويعيش في الغابة، حتى تاب فعاد إليه عقله وحمد الله، وعلم أنه عبد مهما بلغت قوته. العبرة من القصة: لا قوة أعظم من قوة